السلام عليكم متابعينا الكرام، ومرحبا بكم في فيديو جديد. يتابع المغاربة بشغف كبير مستجدات الملاعب الرياضية التي ستحتضن منافسات كأس إفريقيا لسنة 2025 التي تخضع لعملية تحديث واسعة النطاق ستجعلها تحفة ومفخرة للبلاد. ومن بين الملاعب التي تشملها عملية التحديث نجد ملعب طنجة الكبير. هذا الملعب الذي تم الرفع من طاقته الاستيعابية بإزالة الحلبة المطاطية وتشييد مدرجات إضافية مكانها. ومع بداية العد العكسي لنهاية الأشغال بالملعب والمدرجات، ثم إطلاق طلب عروض من أجل وضع مقاعد جديدة بالملعب وبداية الاستعدادات لوضع السقف الجديد الذي سيغطي الملعب بالكامل. بعد الانتهاء تقريبا من أشغال بناء المدرجات في أغلب جهات الملعب ما عدا في الركن الأيسر والأيمن للجهة الغربية، حيث تم ترك فراغات بطول لا يتعدى 10 أمتار. هذه الفراغات وفق مختصين تم تركها فارغة دون بناء مدرجات بها حتى يتم الانتهاء من عملية تسقيف الملعب، بالنظر لكون التجهيزات الخاصة بعملية التسقيف ذات حجم كبير تتطلب مساحة كبيرة لإدخالها للملعب. وسيتم بعد الانتهاء من تركيب السقف بناء تلك المساحات بطريقة تسمح بإضافة مدرجات أخرى مع تشييد بوابتين خارجيتين خاصتين بمنافذ الإغاثة وسيارات الإسعاف. وشرعت الشركة التي تم التعاقد معها لتغطية الملعب في استقطاب معداتها الضخمة، وكذا التجهيزات التي ستلزمها عبر ميناء طنجة. وما تزال العملية متواصلة وفق ما تم الاتفاق عليه، مما سيسمح بتركيب السقف الجديد. أما بخصوص سقف الملعب، من المحتمل أن يكون من نوع القماش المشمع الذي أصبح أكثر استعمالاً في الملاعب الجديدة، نظراً لوزنه الخفيف وتكلفته الرخيصة مقارنة بالأسقف المعدنية الأخرى، ونظراً لعمره الافتراضي الكبير ومقاومته للعوامل الجوية وسهولة تنظيفه. يتكون هذا النوع من الأسقف من قماش مشمع وخيوط صناعية من البوليستر عالية المقاومة ومن حلقات معدنية تحيط بالسقف. ويزن هذا النوع من الأسقف عادة 600 جرام لكل متر مربع. أما مقاومته للحرارة فتبلغ ما بين ناقص 30 درجة مئوية وزائد 70 درجة مئوية، كما أنه عاكس للأشعة فوق البنفسجية، ويمكن تثبيت ألواح الطاقة الشمسية فوقه. ومن أبرز الملاعب العالمية التي تتوفر على هذا النوع من الأسقف نجد ملعب سيفيتاس متروبوليتانو بمدريد، وملعب سبوتيفاي كامب نو ببرشلونة. وأما بالنسبة لوتيرة تقدم الأشغال فتسير كما هو مخطط لها من أجل تجهيز الملعب لاحتضان مباريات كان 2025. وستعود الأشغال للمحيط الخارجي للملعب بعد انتهاء الكان. وأصبح من المؤكد أن ملعب طنجة الجديد سيصبح من أفضل وأجمل الملاعب الإفريقية والعالمية. تابعوا دابا الصور ديال ملعب طنجة في حلته الجديدة، أو هكذا سيكون في حلته الجديدة لاحتضان مونديال العام 2030. الصورة صراحة جميلة وجميلة جدا. سي عثمان، عن ملعب طنجة الكبير. ملعب رائع، يعني جميل جدا، ملعب يعني مواصفات عالمية، شونجمون راديكال في الملعب. يعني يعجز اللسان عن التعبير، لأن معلمة رياضية من المستوى الرفيع، وعلى جميع المغاربة أن يفتخروا بهذا الملعب اللي جاء في واحد المدينة اللي هي مدينة سياحية بامتياز، ودائما ما هي فاتحة يعني الذراع ديالها أمام السائح المغربي والسائح الأجنبي. مدينة رائعة تستحق ملعب من هذا يعني الطراز الرفيع والرفيع جدا. أتمنى صادق بأن الجماهير، ورسالة للجماهير مثلا اتحاد طنجة أن تحافظ على هذه المعلمة، لأن بكل صراحة تستحق كل العناية. يعني جميل. الملعب عثمان هو جزء من التنميه اللي غتعرفها مدينه طنجه والجهه
وأيضا المملكة المغربية. هي معلمة تاريخية زادت في مدينة جميلة ورائعة، مدينة ساحلية، مدينة طنجة عروسة الشمال. نعم، تستحق ملعب. إضافة سي عبد اللطيف. سي عبد الله، كنعرفوا بان هذه الزيارات اللي قامت بهم الجامعه الملكيه بمشاركه الاعضاء ديال لافيفا هي فقط اعداد الملفات لكل هذه المدن، وكنعرفوا بان من اهم الشروط ديال هذه كل مدينه بحال مثلا مدينه طنجه هو ايجاد بيئه رياضيه مكتمله. ملي كنقولوا بيئه رياضيه مكتمله كنقولوا الملاعب، 4 ملاعب للتدريبات، مطار، طرق السيار، المستشفيات، كل هذا كيتشكل واحد الملف اللي ما يسمى بدبو.